فعادوا هؤلاء واللي يخرجون من المعسكرات بعضهم للأسف الشديد للمدينة ليقتلوا المواطنين الأبرياء. هذه مأساة. المجتمع الدولي إذا لم ينظر للواقع كما هو في الجنوب، إذا لم ينظر إليه في صعده، إذا لم ينظر إليه في ساحات الثورة مثل ما هو، ويحدد من هو المخطئ ويحمل المسؤولية، لن تحل المشكلة. وربما نحن سنذهب إلى حرب أهلية بالتأكيد. أسلوب تعامل الغرب مع الحكومة المركزية في صنعاء مش نافع حسب رأيك؟ هو ملتبس وساهم في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، بل في سوءها. أوكي، عبد العزيز في السعودية لديه سؤال لسيد صالح. تفضل يا عبد العزيز. شكرا العزيز متواجد في الاستوديو. سؤالي هو الأسلحة التي تملكها القاعدة في أبين مع من كانت تتواجد؟ هي كانت تتواجد مع الفرقة الأولى مدرعة الذي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر. هل هذا الكلام صحيح؟ أستاذ صالح، أنت تحملت مسؤولية كلام من هذا القبيل، بماذا ترد على عبد العزيز؟ هو شوف، الأمر ليس خافيا وليس سرا. هناك في علاقة عضوية بين تنظيم القاعدة منذ الثمانينات، عندما أرسلوا الشباب إلى أفغانستان ومن ثم عادوا، وكانوا يريدوهم يقاتلوا الجنوب على اعتبار أن النظام في الجنوب كان نظام اشتراكي إلى آخر من ذلك. طيب. يعني السلاح الموجود معهم والتمويل الموجود الآن يجمعونهم في مناطق أخرى، عاوزين يعيدوا الكرة من جديد للسيطرة على محافظة أبين وشبوة. هذا أمر معروف. نعم. طيب، أبو وائل في السعودية. مرحبا بك يا أبو وائل. السلام عليكم.